فعلا فعلا يشهد الله ان به قضايا تكسر القلب، وكل شويه وقضيه، كل شويه وقضيه. في قضايا يشهد الله ان ما لها داعي تظهر لها الاعلام ابدا، تنحل من تحت لا تحت، بس حصلت مثل قضيه غالب القاضي. هذا المفروض كان لها من تحت لا تحت وبيتأدب وخلاص، بس هذا يمكن من الله يعني يفضح حقيقة غالب القاضي أمام الجميع. سألتكم بالله، هذا أخلاق وتصرفات رجل خيري. شاهد أنا لا أقول له اتغطى وادب ماشي، ناقص حنان الشعب المطبلين. الحمد لله طلع كترنت، الحمد لله زادت بالصفحة. قالتكم الله، هذا أخلاق وأسلوب رجل خيري. بإمكانك تطلع بفيديو دقيقة واحدة وتحل المشكلة، توضح كل شيء، بس هذا أنت كاذب وما عندك أي دليل وما عندك أي إثباتات. أنت قد ظلمت ناس خيرت ويعلم الله، والله ما يظلم أحد، خليها في راسك، الله ما بيظلمش أي أحد. أنت بنفسك ظلمت نفسك. أنت طلعتوا ترند، الله ما فضحك إلا وهو أخبر بك. ولا حصلت مشكلة بيني أنا ومره كانت زوجتي سابقا، إيش اللي يرضيها أنا مستعد، وما يتم الطلاق إلا والطرفين متراضيين، وخلاص الله يستر عليه وأنت الله يستر عليك. أما هذا الأسلوب وتعتبر نفسك رجل خيري،